مرحبا بك. ما كاين ما احسن من الهضره على شي حاجه كاينه في بلادنا وبجوده عالميه. مهرجان جيتكس افريقيا هو اضخم تظاهره تكنولوجيه في القاره السمراء، والنسخه اللي دويتي عليها والي شفت في الفيديو كانت في مدينه مراكش، فساحه باب جديد بالضبط. هاك اهم المعلومات اللي خاصك تعرف على هذا الحدث. واحد، شنو هو جيتكس افريقيا؟ هو النسخة الإفريقية من جيتكس دبي GITEX جلوبال، اللي كيتعتبر واحد من أكبر المعارض التكنولوجية في العالم. هذا المهرجان كيجمع الشركات العالمية الكبرى بحال جوجل، مايكروسوفت وهواوي. المقاولات الناشئة ستارت ابس كيجيو شباب من كاع أنحاء إفريقيا والعالم باش يوريو الأفكار والابتكارات ديالهم. المستثمرين كيجيو باش يشوفوا فين يحطوا فلوسهم في مشاريع تكنولوجية واعدة. اثنان، علاش مراكش؟ مراكش ولات هي القلب النابض لهذا النوع من التظاهرات، حيت عندها البنية التحتية، اوتيلات، قاعات عرض، مطار دولي، وقادرة تستقبل آلاف الزوار من كاع الجنسيات. وكيف شفتي في الفيديو الأجواء كانت منظمة بزاف، وبالإعلام ديال الدول الإفريقية والعالمية كتحس براسك في شي عاصمة تكنولوجية. ثلاثة، شنو كيتعرض تما؟ المهرجان كيركز على كل ما هو جديد فالتكنولوجيا. الذكاء الاصطناعي AI كيفاش كيطور الصناعة والخدمات، التكنولوجيا المالية فينتك، الأبناك الرقمية وطرق الأداء الجديدة، الصحة والزراعة الرقمية، حلول تكنولوجية باش نحسنوا الفلاحة والطب في إفريقيا. أربعة، الأجواء اللي في الفيديو كيبين بوضوح الفخر بالهوية المغربية مع لمسة عصرية بزاف. التنظيم كيبان طريق نقية، كاين نظام ورجال الأمن والمنظمين واقفين على كل صغيرة وكبيرة. الجمهور كتشوف ناس من جنسيات مختلفة لابسين كوستيمات أو لبس عصري، وكاملين جايين لهدف واحد هو الابتكار. المساحات الخضراء كيف شفتي في الفيديو، مراكش كتحافظ على الحدائق ديالها بحال غابات الزيتون اللي كتخلي المنظر زوين حتى وسط الزحام ديال التكنولوجيا. بالمناسبة هذا المعرض ماشي غير الفرجة، هو فرصة حقيقية للشباب المغربي باش يتواصل مع العالم ويشوف فين وصلت التكنولوجيا. مزيان بزاف. نزيدو نتعمقو شوية في هذا الحدث اللي كيتعتبر سيليكون فالي ديال إفريقيا فقلب مراكش. هاك شي نقط مهمة اللي كتخلي جيتكس إفريقيا ماشي مجرد معرض عادي. واحد، الأرقام اللي كتدوخ. باش تتخيل الحجم ديال هذا المهرجان خاصك تعرف باللي كيجيو ليه أكثر من 900 شركة عارضة، من شركات عملاقة حتى لشركات يلاه بادية. كيحضروا ليه زوار من أكثر من 120 دولة، كيكونوا فيه مئات المحاضرين والمتحدثين اللي هما خبراء عالميين في مجالات بحال الأمن السيبراني والعملات الرقمية. اثنان، علاش المغرب كيركز عليه بزاف؟ المغرب بغى يولي البوابة التكنولوجية لإفريقيا، ديجيتال هاب. هذا المهرجان كيعطي فرصة اللي بغى يولا المقاولات الناشئة المغربية باش تلقى تمويلات من عند مستثمرين بزنازة كبار كيجيو من الامريكان، اوروبا والخليج. الرقمنة كيتناقشوا فيه حلول باش تولي الإدارة والخدمات في المغرب وإفريقيا كلها رقمية 100%، يعني تنقص الوراق والزحام. ثلاثة، إفريقيا المستقبل. واحد الحاجة زوينة في هذا المهرجان هي التركيز على الشباب الإفريقي. كاين واحد الجناح سميتو نورث ستار، هذا الجناح مخصص غير للشركات الناشئة المبتكرة. تما تقدر تشوف اختراعات بحال روبوتات كتعاون في الفلاحة، تطبيقات كتحل مشاكل النقل في المدن الكبيرة، حلول ذكية لتوفير الطاقة والماء. أربعة، التكنولوجيا في وسط التاريخ. أجمل حاجة هي هاد التناقض الزوين اللي كاين في مراكش. من جهة عندك أسوار تاريخية عمرها قرون بحال باب جديد، ومن جهة أخرى عندك خيام عملاقة مكيفة فيها أحدث ما وصل ليه العقل البشري في الذكاء الاصطناعي. هاد المزيج هو اللي كيعطي لجيتكس إفريقيا نكهة خاصة مكتلقاهاش في دبي أو لاس فيغاس. خمسة، شنو كاين مور الكواليس؟ الفيديو اللي حطيتي كيبين الحركية الكبيرة، راه مورا هذيك الأضواء والشركات كاينين آلاف فرص الشغل اللي كيتخلقوا مؤقتة ودائمة، وكاين رواج اقتصادي كبير للمدينة، الفنادق، الطاكسيات والمطاعم كلها كتعمر.